أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية إتمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتفاقه مع النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه بداية من يناير المقبل بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد. وقالت الصحيفة الإسبانية عبر موقعها الرسمي أن كريستيانو رونالدو سيلعب مع النصر اعتباراً من 1 يناير المقبل، والعقد الذي يجمع اللاعب البرتغالي مع الفريق السعودي سيكون لمدة موسمين ونصف. وأضافت الصحيفة أن رونالدو سيحصل على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية ضخم، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو، وهذا سيجعله أعلى رياضي راتباً في العالم. وكان قد أنهى رونالدو علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني بقيادة تين هاج ليتمكن من التفاوض مع فريق آخر، وكان النصر السعودي هو الذي أبدى أكبر اهتمام بضمه منذ البداية. وألمحت أن كريستيانو رونالدو سيجد فريقاً يسعى لاستعادة الهيمنة المفقودة في منافسته بعيداً عن المستوى العالمي الأول، بعدما تلقى رونالدو انتقادات في البرتغال بسبب أدائه خلال كأس العالم، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره. ففي نادي النصر سيلتقي رونالدو بالفرنسي رودي غارسيا مدرب الفريق، وسيكون لديه ألفارو غونزاليز زميلاً في الفريق، حيث انضم قلب الدفاع إلى الدوري السعودي الصيف الماضي بعد أن أنهى مرحلته في فرنسا. كما يبرز وجود أوسبينا، حيث أنهى حارس المرمى الكولومبي عقده مع نابولي وانتقل إلى النصر السعودي. ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 8 جولات، خلف الشباب المتصدر برصيد 22 نقطة.